النادي الاهلي بيفوز 3-0 على نادي سان جورج الاثيوبي، بيفوز على بتوع السد اللي مش عايزين يدوا ميه لحد. لكن هبدا معاك بالحدث المهم اللي حصل قبل المباراه بيوم، وهو العرض اللي اتقدم لمستر كولر من نادي الهلال السعودي ونادي الشباب السعودي ب 8 مليون دولار في الموسم. بدايه كده احب اوريك الفيديو تحيه جماهير النادي الاهلي النهارده ليه قبل المباراه، تقديرا منهم على الموقف اللي هو عمله. راجل عظيم كده. البرنس السويسري. ابدا معاك بالموقف ده وبعدين نخش لاحداث المباراه. لكن لما تيجي تبص للعرض اللي اتقدم لمستر كولر، منطقي ان هو يرفض. هتقول لي ليه؟ سالتني ليه؟ برافو عليك. اقول لك، مستر كولر بيحب اللعيبه الصغيره الجرايه المهاريه، بيحب يبني فريق يمشيه 3 4 سنين مشروع يعني، عكس فكره الدوري السعودي خالص. الدوري السعودي دلوقتي ماشي بفكره بيلم لعيبه اسامي كبيره وفي نفس الوقت اعمار كبيره، عكس الراجل بيحب يبني فريق. هناك في فريق مبني وكبير ويمشيك سنه سنتين بالاعمار اللي موجوده، وبعدين هتبتدي تلاقي نفسك بتعمل احلال وتجديد، فعكس فكر الراجل. الحاجه الثانيه هي انه ما ينفعش يضحي بسهوله بالانجازات اللي عملها مع النادي الاهلي الموسم اللي فات. حته 5 من 5 دي مش سهله كده انه يضحي بيها، خدت بالك، ويروح يبدا في مكان تاني. المكان التاني اللي هيبدا فيه ده في فرق برضه، هتلاقي ان 4 5 نوادي بيتنافسوا على كل البطولات، عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي كل البطولات اللي هو بيلعبها هو المرشح الاول ليها، عكس في الدوري السعودي عندك الهلال والنصر والاهلي واتحاد جده، الاربعه عاملين صفقات بالعيار التقيل، نيمار وكريم بنزيما وكانتي وكريستيانو والكلام ده كله. فاربع خمس نوادي بينافسوا على كل البطولات، عكس هو دلوقتي في مصر وفي قاره افريقيا بيمرن النادي الاهلي المرشح الاول لكل البطولات، وبعدين المنافسين في فروق بعيده شويه، عكس الدوري السعودي. تاني حاجه النقطه الثالثه والاهم هي ان الدوري السعودي دلوقتي بيعمل تغييرات. هم جايبينه مكان مين؟ جايبينه مكان مدرب لسه لاعب ماتشين 3 واتغلبهم، يعني فكره ان انت تتغلب ماتشين 3 وتمشي بالنسبه لهم عاديه جدا، عكس النادي الاهلي. ودي تحسب للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي ان هو ما بيحاسبش بالقطعه، الا بقى لا قدر الله لو خسرت مثلا بطولتين 3 في وقت قصير مثلا شهر ولا حاجه، هنا ممكن يحصل تبديل، انما باستثناء كده الامور مستقره، عكس الدوري السعودي ماتشين 3 ممكن ان انت لو ما كسبتهمش ترحل. ليه؟ لان دلوقتي الاربع فرق بينافسوا على كل بطوله، فاي واحد فيهم هيقع ماتشين 3 هو لا، انا مش جمهوره وادارته شايفين ان انا ما استحقش المكانه دي، انا من حقي ان انا انافس على اللقب واخده. ليه؟ لان انا عامل تدعيمات وجايب كل ما هو يخليني اخد البطوله دي، ده هيخلي دايما في تغيير في المدربين كتير، عكس النادي الاهلي ما بيحاسبش بالقطعه، بيحاسب اخر الموسم. فلما تبص لكل النقط دي تلاقي منطقي ان الراجل يرفض انه يضحي بكل اللي عمله مع النادي الاهلي، وان شاء الله لسه اللي هيعمله الموسم ده. مش سهل انه يرمي كل ده ويمشي في حته الفلوس. هتقول لي ايه؟ طب ما هو في لعيبه كتير بتعمل كده، لو لاعب مكانه يعمل كده. اللاعب يا حبيب قلبي موقفه مختلف خالص. ليه؟ اللاعب ده ما ينفعش بعد ماتشين 3 تمشيه، عكس المدربين. حتى لو عملت كده على الاقل تديله عقده كامل، انما المدرب سهل ماتشين 3 تمشيه. لكن ده ما يقللش من موقف خد الراجل، يعني اللي بحكيه لك ده انا بوريك هو يعني بحاول نخش جوه دماغه ونشوف هو حسبها ازاي وفكر ازاي. لكن ده ما يمنعش ان الراجل ده تصرف منه حميد وعبد الحميد وسعيد وحسين وكل حاجه، ان التصرف من راجل كويس، ان هو رقم واحد احترم تعاقده مع النادي الاهلي، رقم اتنين انه مش بيجري عن الماده. نقفل على النقطه دي ونخش بقى في احداث المباراه بتاعتنا النهارده. النادي الاهلي النهارده بدأ برضه بقى عندنا مشكله مع لعيبه النادي الاهلي دلوقتي، وهي ان هم ايه؟ بيبداوا المباراه مريحين قوي، خصوصا لما يبقى المنافس سهل. يعني كان مشكلتنا قبل كده في الماتشات الصعبه، دلوقتي هيبقى مشكلتنا في الماتشات السهله، بادئين مريحين قوي والجون كده كده جاي ومش عارف ايه. وفي لعيبه بصراحه انا مستواهم بالنسبه لي بقى لغز، مروان عطيه، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد الشناوي. المفروض دلوقتي اما انا اكسب امتى 7 و8 قدامي خصم سهل، ما انزل ادوس على الوش واكسب بسكور واخوف بعد كده كله مني. ليه حته المبدا ان انا هكسب في اي وقت؟ طب ما انت كان هيتلب فيك، هتترد عليك كوره بجول اللي محمد هاني غير ترجع لي الشناوي، والشناوي برده المفروض بدل ما يطلع على طول حب يرقص، كان هيبقى 1-1 مع الفريق ده، الفريق اللي مش عارف يبني هجمه. لكن برده سيبنا دلوقتي من السلبيات، اهم حاجه الحمد لله كسبنا. احب اشكر امام عاشور. امام عاشور المستوى اللي بيقدمه ده يا جدعان مش سهل، ده لعيب كبير. ليه؟ ده لعيب جمهور الخصم مركز معاه مستني يشمت فيه،
وجمهور الاهلي مستني يفرح بيه. دول مستنيين ان هو ما ينجحش ويقعدوا يقولوا شفت انت مش عارف احنا من غيرنا ولا حاجه، ودول مستنيين ان هم ايه يفرحوا. فهو وسط الكلام ده كله ان يقدم ويظهر بالمستوى ده شابولي، ده لعيب كبير، ده اللعيب الكبير اللي هو وسط الضغوط دي كلها بيقدم مستوى عالي. برضه تاني واحد حسين الشحات النهارده جاله كورتين قدام المرمى بجونين، عكس باشا كهربا باشا اللي بقى يقطع زي كهربا اللي بتقطع. ما اعرفش كهربا ماله بقى بيجي 7 8 فرص عشان يجيب جون. فكهربا لا، انت محتاج وقفه مع نفسك، انت مستواك متراجع بطريقه رهيبه. نقفل على المباراه، لسه هنستنى مباراه العوده عشان بس ما اطولش عليك. هختم معاك بحاجه حصلت برضو اللي هي كابتن ميدو. كابتن ميدو هقول لك عليه كام حاجه كده، وبعدين هختم بجمله كابتن ابراهيم سعيد اللي جميله قوي. كابتن ميدو جه مره اتكلم عن انشيلوتي، قال لك مقربين من المدرب الايطالي انشيلوتي اكدوا لي وجود ساحر افريقي معه يحقق له الانتصارات. يعني انت هنا مقتنع ان في سحر والكلام ده كله وبتاع، انت ما بتحبش انشيلوتي فرحت راميه، ماشي. وهو ماسك نادي الزمالك قال لك بقى؟ قال لك لا اؤمن بالسحر سواء في كره القدم او في الحياه عموما، ولكني اتفائل واتشائم ببعض الاشياء قبل المباراه. يعني انت هنا في الاول قلت انشيلوتي بيستخدم ساحر، جيت وانت بتمرن نادي الزمالك عشان في ناس بتتهمه، كان رئيس نادي الزمالك السابق انه بيلجأ للحاجات دي، فبقيت هنا انت مش مقتنع بالسحر عشان انت كنت ماسك نادي الزمالك. اول امبارح ظهر في احدى القنوات السعوديه بيحلل مباراه في الدوري، فهو لما عدت الفيديو كذا مره اللي لاحظته ان هو حابب ياخدها بخفه دم بس قلشت منه. هو الموضوع هو واخدها بهزار، بس سبحان الله، يعني خفه الدم والقبول دول حاجه ربنا هبه بيديهم للانسان، فلا يمكن لا بيباعوا ولا بيشتروا، مهما حاولت مش هتعرف تجيبهم. فهو حب ياخد الموضوع بهزار بس قلبت معاه زي ما طلعت. مختصر كلامه بيقول لك بقى؟ على لعيبه الاتحاد قراءه القران باستمرار قبل مباراه الاهلي الزمالك قبل النهائي الافريقي. اتصاب 2 لعيبه بكورونا، الونش وعبد الله جمعه، ونسي ان ديانج ووليد سليمان اللي كان في الفتره دي هو اللي شايل فريق النادي الاهلي لوحده على كتفه كان برضه كورونا. فنسي ديانج كان لعيب مهم جدا في نص الملعب، ونسي كابتن وليد سليمان وبص للونش وعبد الله جمعه. ماشي نكمل. فلو قبل مباراه الاتحاد لقيتوا اللعيبه عندكم بيتصابوا او مدربين بيمشوا ما تستغربوش، ده دايما بيحصل لمنافسين الاهلي. فانت دلوقتي ما تفهمش هم اراءه عكس بعض. لكن انا هختم لك باللي قاله كابتن ابراهيم سعيد واللي عجبني قوي بصراحه. قال لك قال لك الناس دي خارجه من موسم صفري وداخله على موسم صفري. حتى البطوله الافريقيه لما بيلعبوها الكونفدراليه مغلوبين في مباراه الذهاب، ووارد جدا ما يقدروش يعوضوا في مباراه العوده ويطلعوا، فهيبقوا هم السنه دي كده ما عندهمش اي حاجه هيعملوا. ابتدوا يعملوا هيركزوا معاك انت. فعلى لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي نكبر دماغنا يا جدعان ونركز مع فرقتنا ومع نادينا. احنا الحمد لله عاملين تدعيمات قويه، فريقنا قوي واقف على رجليه، عندنا في كل مركز لعيب واثنين وثلاثه مستواهم ما شاء الله كل واحد فيهم يلعب اساسي. فنسد ودنا عن كل الكلام ده، لان الناس دي هتحاول تعطلنا وتكعبلنا وما لهمش حاجه بقى، خرسومه فاضيه لنا. فاحنا ما نركزش معاهم وخلينا في نادينا. بس كده، ده اللي كان معانا، حبيتش اطول عليك، وان شاء الله نتقابل بعد مباراه العوده والنادي الاهلي باذن الله حسم بطاقه التاهل 100%. ده اللي كان عندنا النهارده، كان معاك اخوك بلال نور الدين. السلام عليكم، اشوفك على خير.